فالعنف ظاهرة خطيرة وكارثية على المرأة والمجتمع. كما تلقينا بتاريخ 11/5/2023 خبر مقتل السيدة آلاء مصطفى الطاهر في بلدة عين عيسى شمال الرقة البالغة من العمر 30 عاما ذبحا بالسكين المتعمد على يد أبناء عم زوجها أمام أطفالها. فبأي ذنب قتلت المغدورة آلاء؟ لماذا هذه الجرائم تستهدف النساء بهذه الطريقة الوحشية الغير إنسانية؟ لذا لا تزال العقلية الذكورية تقوم بأبشع جرائم النكراء. نحن كمنظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة في حلب نستنكر وبشدة جميع أنواع العنف من القتل بوحشية التي يعجز عن تصورها العقل البشري. لذا بدورنا كمنظمة سارة وجميع التنظيمات النسائية نناشد ونطالب الجهات المعنية من الهيئات الحقوقية والسلطات المحلية بإنزال أشد العقوبات على هؤلاء المجرمين الذين يقومون بذبح النساء كالدواعش في بداية الثورة، ثورة روج أفا التي عرفت بثورة المرأة. لذلك يقوم هؤلاء المجرمين الدواعش بقطع رؤوس النساء وما زال نظام الدواعش مستمرا حتى الآن. جنجيانا آزادي. جنجيانا آزادي.